هلو على سوزان، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهارده معادنا مع الرفلكسيفا فيربن، وركز معايا كويس قوي. النهارده ممكن نطول شوية ولكن مش مشكلة، انا هقول لك كل المعلومات اللي انت ممكن تلاقيها في حياتك عن الرفلكسيفا فيربن النهارده، فهنفهم الدرس كويس قوي. هتفهم القاعدة اللي محدش عارف يفهمها لك، هتعرف جت منين، تستخدمها ازاي، اتعملت ليه اصلا، وكل المعلومات هتعرفها النهارده. فاحنا النهارده معادنا مع A2 كابيتل 4 تايل 2. احنا في الجزء الثاني من كابيتل 4 في كتاب نتسفاك نوي A2. ويلا صديقي بسم الله ونصلي على رسول الله ولوس جيتس. كل لما تتعب شويه في المحاضره دي يا ريت ان انت توقف وتكملها تاني لما تبقى فايق، لان الدرس ده مهم قوي. يلا بينا يا صديقي. يعني ايه ريفلكسيفا فيربن؟ دايما لما كنت تيجي تدور على كلمه ريفلكسيفا فيربن دي يقوم جايب لك بالعربي الافعال المنعكسه، وانت ولا فاهم يعني ايه منعكسه ولا فاهم حاجه خالص. فخلينا نفهم مع بعض. بيقول لك يا صديقي كلمه ريفلكسيف bedeutet rückbezüglich. يعني ايه برضه هي rückbezüglich؟ ما انا ما فهمتش برضه. اقول لك يا صديقي يعني بتعود على نفس الفاعل اللي عندك في الجمله. يعني ايه برضه؟ ما فهمتش. يعني لما اقول لك ايش wasche mich jeden Tag، فده معناه ان مش عايدة على ايش. الاتنين واحد، الاتنين نفس الشخص، الاتنين ايدنتش. يعني ايه ايدنتش؟ يعني متطابقين. ليه؟ بالعربي كده. ما هو زيش فاشن ده يعني اللي هو ايه؟ يغتسل، اللي هو يستحمى. فانت يا صديقي معقول هتخلي حد تاني يحميك؟ اكيد لا، انت مش صغير. يبقى الشخص ده بيبقى هو الشخص ده، بيبقى ايدنتش متطابق. ريفلكسيف يا صديقي يعني مراية. انت عندك هنا ايش يبقى هنا مش، عندك هنا دو يبقى عندك هنا دش. دايما الاتنين دول بيبقوا نفس الشخص، مجرد مراية تشوف فيها الاتنين. جميل قوي. طيب يهر معلش، ايه مش دي اصلا؟ انا مش فاهم. مش دي البازنال بخنومن اللي هو في الاكوس دي بيبقى مش؟ اقول لك لا، ده الجديد يا صديقي اللي انت هتعرفه النهارده. اقرا كده معايا. بيقول لك ان الرفلكسيفا فيربن دي فيربن mit zusätzlichen Betonungen. يعني ايه هير zusätzlich؟ اقول لك يعني اضافي. طيب معلش، ايه الضمير الاضافي ده؟ قال لك اسمه المتخصص معانا ريفلكسيف بخنومن، اللي هو ضمير منعكس. انت قلت اللي هو الخيط بتسجلش دي اللي هو يعتبر زي المرايه، اللي نفس الضمير اللي هنا هيبقى هو عايد عليه هنا، اللي هو ايه؟ هير ايدنتش. اقول لك مظبوط. يبقى ايش wasche mich jeden Tag. تقول لي هير طب معلش، طب ما ده بقى بيرسونال بغنومن، امال انا افرق ما بينه وما بين الرفلكسيف بغنومن ده ازاي؟ اقول لك ما هو بص بقى، كل الرفلكسيفا بغنومن زي البيرسونال بغنومن بالظبط، ما عدا ايه بقى؟ الا والاس والزي، والزي اللي هي الاحترام، والزي العاديه اللي هي البلوغال، كلهم بيتغيروا بيبقى اسمهم زش. يا هير معلش، لا وريني كده الجدول. اقول لك اهو يا صديقي، عامل زي البيرسونال بغنومن بالظبط، ايش مش ميا دو ديش ديا وهكذا. ولكن ده بيبقى الاختلاف ان A واس وزي بيبقوا يا صديقي زيش، ونفس الكلام عندك في زي وزي برضو نفس الكلام بيبقى زيش. فهو نفس اللي انت كنت حافظه، الجدول الطبيعي العادي اللي انت واخده من A1. الفرق بس ان دول بيتغيروا وبيبقى اسمهم زيش. اقول لك يعني معلش يا هير، تاني من اول وجديد عشان يعني تقيل عليا، انا اول مره اخدها. اقول لك من عينيا. بص يا صديقي، ريفلكسيفا فيربن يعني افعال عامله زي المرايه بالظبط. كلا البرونومن اللي انت بتحطه هنا بيبقى مطابق لنفس الزوبيك ده بالظبط. طب البرونومن ده هتعرفه ازاي؟ اقول لك من الجدول، زيه زي اللي انت كنت حافظه بالظبط. الفرق ان ايه واس وزي، وزي وزي بيبقى اسمهم زش، سواء في الاكوزاتيف او في الداتيف. اقول لك خلاص تمام يا هير ماشي. طيب معلش، ايه فايده مش هنا في الجمله؟ اقول لك ان مش هنا لازم تتحط لان هو فيرب ريفلكسيف. تقول لي هير طب ما انا بشوف بقى لي كام شهر بتعلم اللغه ما جاليش الكلام ده. اقول لك عشان انت في النيفو بتاعك كنا دايما بنتجنب اي فيرب ريفلكسيف عشان انت ما تتلخبطش. اي نعم كان في حاجات بتقولها بس ما كنتش واخد بالك منها هي ايه، وده هنعرفها سوا. تقول لي خلاص تمام يا هير، يبقى دي مجرد افعال معاها ضمير اضافي. الضمير ده اسمه ريفلكسيف برونومن. واصلا يا هنا ريفلكسيف يعني ركبتسجلش. يعني ايه؟ يعني مرايه. عندك هنا دي مرايه بالظبط، مش عايده على ايش. طب عندك هنا دو هتلاقي هنا دش. طب عندك هنا ايه هتلاقي زش. مرايه
هنا زي اللي هنا بالظبط. جميل يا هير. مثال كمان اقول لك هنا مثلا rasiert sich، هو بيحلق بيحلق لنفسه، يبقى هنا زش عايدة على ايه؟ يبقى مفيش حد تاني بيحلق له، حد تاني بيحلق له دي لسن، دي حاجة تاني مش علينا دلوقتي. لكن هنا ايه المهم؟ انه والله ان انا هنا من الجملة دي عرفت ان معناها اللي هي لنفسه. طيب سؤال جميل يا هير، هو انا كده زش دي اللي هو الرفلكسيف بغنوما ده، اللي هو الانعكاس اللي شبه المراية ده، دايما بيبقى معناه لنفسه؟ اقول لك لا. ازاي هير؟ معلش اديني مثال. اقول لك من عينيا. عندك مثلا مثال في فياب زي زش بدانكن فيا بلس اكوزاتيف. معلش هير انت ليه كاتبها كبيره كده؟ اقول لك انت من دلوقتي اي فياب ريفلكسيف لازم تحفظه على بعض اسطمبه كده. ليه؟ لان احنا قدام في شرح الفيربن ميت فيستن بريبوزيسيون هنحتاج الكلام ده وهيتسهل عليك. فمن دلوقتي وطول المحاضره دي اي فيرب هنحله مع بعض وقت الحل هتقوم كاتبه كده بالطريقه دي، زيش والفيرب والبريبوزيسيون اللي بيجيبه اذا كان بيجيب. تمام؟ ايه والله انا عرفت ان الفيرب اسمه ايه؟ زيش بدانكن فيها بلس اكوزاتيف. يا هير معلش ليه بتكتبه بالطريقه دي؟ اكتبه زيك؟ اقول لك دايما عشان تعرف الفيرب هو زيش ولا لا اكتبه قبليه. ده الفيرب اللي في دماغك عشان لما تيجي تعمل جمله. خلاص يا هير تمام انا فهمت. فوالله انا عندي زيش بدانكن فيها بلس اكوزاتيف، فلما ابتدي اعمل الجمله هقول ايش وهصرف بدانكن هتبقى بدانكا. في زيش اهي تقوم حاططها. زيش دي مش هتقوم كاتب كلمه زيش، لا يا صديقي، انت بتصرفها. زيش اللي انت كاتبها دي بتعرفك علامه مميزه، لانها مميزه هنا فعلا، بتعرفك ان ده فيرب ريفلكسيف. لان انت في كتب هتلاقي مسميه الدرس ريفلكسيفا فيرب، كتب تانية هتلاقيها مسمياه زيش فيرب لان هي الفيرب اللي معاها زيش. فانت هنا زيش افهمني مش بتحطها، لا انت بتصرفها. والله انا عندي ايش المرايه تبقى مش على طول. جميل قوي. طيب نرجع للنقطه بتاعتنا اللي عشان افكرك بيها. احنا هنا كنا سالنا نفسنا هو ده دايما معناه لنفسه؟ وقلت لك لا، زي المثال ده ايش بدانك مش فدي Einladung. والله زيش بدانكن فيها بلس اكوزاتيف معناه دانكن عادي اللي هو انا بشكرك. طيب معلش كده ترجم لي مش هنا ملهاش اي بدايتنج، ملهاش اي معنى. ايه انا بتشكرني؟ لا طبعا مفيش اي حاجه اسمها كده. هتقول لي هير طب هي ليه زيش بدانكن معموله؟ ما احنا خدنا دانكن. اقول لك يا صديقي نفس فكره دين وفايل. ليه عملنا فايل؟ مستوى اعلى. دين هي فايل، دين A1 فايل A2. دانكن A1. طيب زيش بدانكن فيها بلس اكوزاتيف A2. شويه شويه هتعرف ان هي زيش بدانكن باي بلس بيرسون وفيها بلس ساخه. تمام؟ فهنا هي مش دي ملهاش معنى خالص، فما تربطش ان هي معناها لنفسي. اي حد يقول لك كده قول له لا، قول له طب ترجم لي هنا مش معناها ايه. ملهاش اي معنى، هي مجرد ايه يا صديقي عشان تفهمنا؟ جزء من الفيرب تايل ديس verbs. يعني ايه؟ يعني جزء لا يتجزأ من الفعل. زي ما مثلا كان عندك anrufen، كنت بترمي ان في الاخر. ان لو شلتها غيرت المعنى تماما. مثلا فيرب زي ان مخن يولع، انت صرفت مخن وحطيت في الاخر ان. طب شلت ان بقى يفعل، الجمله باظت. طب شلت ان حطيت اوف بقى يفتح، المعنى اختلف. نفس الكلام هنا، شلت مش انا ما فهمتكش، المعنى اختل والجمله غير صحيحه. خلاص يا هير انا كده فهمت. يبقى انا الفيرب اللي معاها زيش دي ودايما بيجي معاها، انا لازم دايما ببتدي ان انا اصرفها مع الفاعل اللي عندي، لان هي بتبقى له دايما مرايه. ومش شرط ان يبقى ليها معنى اللي هو بتاع لنفسي، لا هو ممكن يجي لي ولكن في بعض الاحيان الاخرى مش هلاقي ليها معنى خالص. خلاص يا هير انا فهمت. يلا اديني مثال كمان، انا سخنت قوي. اقول لك ماشي. زيش تريفن ميت بلس داتيف. والله ماشي. هقول مثلا ايه؟ gestern hat sie sich mit ihren Freunden getroffen. والله ده هي امبارح قابلت اصحابها. طيب يا هير هنا هي ليه خليناها زيش؟ انت كتبت الكلمه دي. اقول لك لا انا صرفت. انا كان عندي هنا المرايه بتاعتي كانت زي، وزي في الجدول بتاع اللي انا حافظه واللي انت هتحفظه هي زيش. يبقى خلاص، يبقى انا هنا حطيت زيش. هتقول لي يا هير معلش ثواني، انا عندي سؤالين. اول سؤال، انا هنا كنت دايما بحط الرفلكسيف بغنومن ده بعد الفيرب، ليه هنا جالي بعد الزوبيكت؟ اقول لك عشان انت بدأت بجستن، فانت خد بالك ان زيش دي مش مكانها ثابت عادي بعد الفيرب. في الاخر كده هبقى اقول لك كل الاماكن اللي ممكن تيجي، ولكن افهم معايا، انت فاهم؟ انت ما بتحفظش،
انا بدات بكلمه جستان، فخلاص طبعا لازم يجي لي الفيرب نومات 2. فلما يجي لي الفيرب نومات 2 هتفتكر المحاضره اللي انا شرحتها لك بتاعه الزاتس باو، ان والله الزوبي بتاع الجمله الفاعل يا بيجي لي رقم 1 يا بيجي لي رقم 3، فهو هنا جالي رقم 3، فعشان كده قمت حطيت زش على طول يا صديقي. فهمت؟ يبقى هنا هي مكانها صحيح، دي اول حاجه. تاني سؤال يا هير، والله انا فاكر كويس قوي 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 من اينس انا كنت بستخدم فيرب اسمه تريفن عادي. والله ده كان تريفن بلس اكوزاتيف عادي خالص. Ich treffe meine Freunde. Gestern habe ich meine Freunde getroffen. انا طول عمري بقوله كده، وانت عمرك ما قلت لي غلط. هو انت بتضحك عليا؟ اقول لك لا، انا ما ضحكتش عليك. وده يا صديقي استخدام من استخدامات الرفلكسيفا فيرب، ان في افعال ممكن تيجي رفلكسيف وممكن ما تجيش رفلكسيف باختلاف في المعنى. يعني ايه يا هير؟ يعني والله لما اكتب نفس الجمله دي واقول ان جستان هات زي، خد بالك هي اكوزاتيف فعلى طول ما فيش مت، ihre Freunde getroffen. هتقول لي لا يا هير يعني معلش انا شايف نفس الكلام، هو في فرق؟ اقول لك في فرق. تقول لي فين الفرق؟ ده مره خليته ريفلكسيف وحطيت له بخي بوزيسيون مت، والتاني خليته بلس اكوزاتيف عادي. اقول لك ما هو بص بقى، أما أنا أقول gestern hat sie sich mit ihren Freunden getroffen, das bedeutet, dass sie einen Termin hatten. لا يا هير ترجم لي معلش. أقول لك إن دي كان فيها بلان. يعني ايه يا هير؟ يعني زي حاتن einen Termin، كان عندهم ميعاد. انا كلمتك اتصلت بيك قلت لك انت فاضي بكره، قلت لي وانا كمان فاضي يلا بينا نتقابل. هنا بقى اما حكينا قلنا ان ايه، ان هي اتقابلت مع اصحابها امبارح. لكن هنا بقى يا صديقي ايه اللي حصل في الفيرب اللي مش ريفلكسيف؟ والله هي امبارح كانت ماشيه، ايه ده منى، ازيك يا منى عامله ايه؟ قابلوا بعض. يا هير، يعني انت قصدك ان دي zufällig كده بالصدفة؟ أقول لك genau. هنا الفرق إنه والله لما تقول زش تخفن مت das bedeutet إن أنتوا عندكم ميعاد اتفقتوا سوا، لكن تخفن بلس أكوزاتيف معناها zufällig على طول. أقول لك يا هير فهمت. ده أنا دايما لما كنت باجي أسمع وبحل في الهان دايما كده كنت بتسمع إيه؟ ده تخفن في أونس مواجن وكنت أونس دي ما كنتش عارف هي إيه. أيوه هي دي. أما بيجي يتكلموا مع بعض في الهان اللي أنت بتحله ده كنت دايما بتلاقي تسمع تخفن فيها أونس دي على طول. هي دي يا صديقي. ليه؟ لأن هم فعلا كانوا بيتفقوا على ميعاد. طيب يا هير معلش أنا دلوقتي عندي سؤال، يعني ده معناه إن أي فيرب ممكن يجي لي بزش وممكن ما يجيش ودايما في اختلاف في المعنى ولا ايه؟ اقول لك لا، دي لها تقسيمه وركز معايا كويس قوي عشان مش هتلاقيها في كتاب ولا هتلاقيها في حته. ركز عشان الكلام ده انا جايبه لك من منبعه، انت فاهم مش بتحفظ، وده هيفرقك عن غيرك كتير قوي. فركز معايا عشان الكلام ده مش هتلاقيه في كتب. يلا بيقول لك الزوبتوبن دي ريفلكسيفن فيربن. ايه اصلا انواع الريفلكسيفا فيربن؟ قال لك بيبقى فيه echte reflexiver Verben وفي unechte reflexiver Verben. يعني ايه؟ والله الاechte reflexiver Verben دي يا صديقي يعني reflexiver Verben حقيقية لازم تيجي بزش، ان ما جاتش بزش تبقى غلط. كلا. لكن الاونechte والله بص بقى، دي مرة تجيب زش ومرة ما تجيبش زش. لا بص 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 بص، دي مرة لما بتجيب زش وما تجيبهاش ما يبقاش في اختلاف في المعنى، ومرة ما بتجيب زش او ما تجيبهاش بيبقى في اختلاف في المعنى. ايه هير الكلام ده؟ اقول لك ركز معايا. خلينا في اول واحدة، الايشتا ريفلكسيفا فيرب. عندك فيرب زي ده واتفقنا هنكتبه بالطريقه دي، اسمه sich erinnern an بلس اكوزاتيف. والله هير انا عارف الفيرب ده انا فاكره، ده هو معناه يفتكر اصلا. شفته في القاس بوخ اما كنت بحل في كتاب نتسفاك نوي، كان اسمه فعلا sich erinnern an بلس اكوزاتيف. فوالله ده معناه ايه؟ تعالى كده نجرب نعمل جمله مع بعض، مثلا نعملها بايش. فوالله انا هكتب هنا على طول ايش، وerinnern هصرفها مع ايش تبقى erinnere، ومش هنسى اكيد زش ان انا اصرفها مع ايش، المرايه بتاعتي هتبقى مش، وهكمل الجمله عادي ان. ومثلا والله ده مثلا ايه، طفولتي مثلا ايش erinnere mich an meine مثلا Kindheit. كلا بفتكر طفولتي. طيب جميل قوي. Ich
ريفلكسيفا فيربن يعني يجي في بالك 3 حاجات. أول حاجة هي طول عمرها هتبقى إيش أنا غمش. لو شلت مش الجملة على طول تبقى غلط. فلو قلت إيش أنا ماينا كندا هايت غلط 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 غلط. دي أول حاجة. فطول عمرها هتبقى إيش أنا غمش، مش هتبقى أي حاجة تاني. دي أول حاجة. تاني حاجة والله أنا عايز أقول إيه، إن بفكرك دش غلط. ليه؟ هو احنا مش اتفقنا مع بعض ان انا دي مراية، فالبغنومن فالريفلكسيف بغنومن اللي هيبقى هنا يبقى عايد على الزوبيكت اللي هنا. والله انا عندي هنا ايش تبقى عندي هنا مش، عندي هنا دو تبقى هنا دش، وهكذا. هي مراية. يبقى تاني هي طول عمرها ايش انا غمش، هي طول عمرها مش دي عايدة على الزوبيكت ده، فلو ده اتغير ده يتغير. تالت حاجة ما تقدرش تسأل على اللي هنا. يعني ايه؟ والله احنا مثلا ايش كنت بسأل عنها بفيا، والله مثلا عندي اكوزاتيف كنت بسأل عنه بفاس او بفين. لكن هنا ما ينفعش تقول مثلا ايه فين انس دو، غلط. الريفلكسيف بغنوما ما تقدرش ان انت تسأل عنه. ليه؟ لان هو اصلا ملوش معنى، ده تايل ديس فيابس، جزء من الفعل لا يتجزأ منه. خلاص يا هير والله انا فهمت. يبقى انا دايما كده الجملة هتكون عندي ايش انا مش عن ماينا كندهايت، واخد بالي من الثلاث حاجات اللي انت قلت لي عليهم. اقول لك مظبوط يا صديقي جميل. ويقيس على كده كل الفيربل اللي معاها زيش. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندك زيش انترسيرن فيها بلس اكوزاتيف، ما تنساش ان انت دايما هتحفظه اسطمبة كده على بعض. زيش انترسيرن فيها بلس اكوزاتيف. فلما تيجي تعمل جملة مع ايش هتقول ايه؟ ايش انترسير مش في شباط على طول. كلا. فهتبقى دايما المراية زيش دي مطابقة للزوبيك، ودايما زيش ما ينفعش تقولها من غير زيش اصلا. ايش انترسير شباط غلط، ايش انترسير فوا شباط غلط. لازم الجملة كاملة. عشان كده بقول لك تحفظها اسطمبة على بعضيها. مفيش فيرب يتعدى النهارده واحنا بنحل من غير ما يتكتب بالطريقة دي. طب مثلا مع دو يبقى دو انترسياس دش في شباط. طب عايز تعملها سؤال عادي، ما هو ده فيرب عادي خالص، اعمله بسؤال. والله انترسيرس دو دش في دين شباط. طب والله مع مثلا مع ايه، والله ده ايه انترسيات زش مظبوط في دين شباط. طيب ايه، والله ايه انترسيات اويش فادن شبوت. ركز وراجع الجدول كويس قوي. خلاص يا هير والله انا فهمت تمام. طيب امال ايه الاون اشت ريفلكسيفا فيربن دي يا هير؟ اقول لك ركز معايا، لان دي بتنقسم يا صديقي لحاجتين. اول حاجه ohne Bedeutungsveränderung، يعني ايه؟ يعني بدون تغيير في المعنى. وتاني حاجة mit Bedeutungsveränderung، بتغيير في المعنى. ازاي يا هير؟ والله مثلا هنا هديك بايشبيل زي waschen. فوالله انا ممكن اقول ان انا عادي بستحمى، فايش wasche، وما طبعا مش هنسى مش. فانا هنا خليته ريفلكسيفس فيرب. ينفع اخليه مش ريفلكسيف؟ اقول لك عادي، ده انا والله ده انا ايش فاشو ايه بقى دي فيش، حطيت اكوزاتيف عادي خالص. والله ده انا بغسل المواعين. هل هنا خليته ريفلكسيف؟ لا. طب هل هنا في تغيير في المعنى؟ اقول لك برضو لا. يبقى انا عندي هنا بعض الفيابن مانشا فيابن كده ممكن يقولي مرة ريفلكسيف ومرة مش ريفلكسيف، وكمان بدون اختلاف في المعنى. ولكن هنا في بقى تغيير في المعنى زي اللي احنا قلنا مع بعض، اللي هو بتاع زيش تخافن. مرة خليناها زيش تخافن فكان ليها معنى، ومرة خليناها تخافن عادي خالص من غير زيش وكان ليها معنى آخر. مثال تاني هنا أقول لك من عينيا. أما أكتب مثلا وأقول إيه البت أمنية مثلا، فوالله أمنية فرليست. هنا الفيرب اسمه زيش فلاسن، فهنصرفها مع أمنية المراية بالظبط. قلنا ايه واس وزي بتبقى زيش. فوالله أمنية فلست زيش auf ihren
من. والله ده هنا الفياب اسمه، هتكتبه بقى اما تيجي تكتبه في كشكولك، sich verlassen auf بلس اكوزاتيف. يعني ايه؟ يعني زي كاونت اون، اللي هو ايه؟ بتثق في جوزها، بتعتمد على جوزها. فوالله تمام. طب لو شلت زيش وخليتها فعلسن بس يا هير، اقول لك بص بقى معناها هيبقى ايه؟ امنيه فيرليست بلس اكوزاتيف على طول ايغن من. عارف بقى يا صديقي هنا بقى معناها ايه؟ معناها ان هي سابت جوزها اصلا. الفيرب فعلسن، هي تركت جوزها. شفت الزش الاربع حروف دول عملوا فيك ايه؟ طيروا لك المعنى خالص. تيجي مثلا بتتكلم في انترفيو، فعايز تقول ان انا والله التيم يقدر يعتمد عليا. شفت لو نسيت زش بص اودي لك في داهيه. فعشان كده تاخد بالك. يلا مراجعه تاني. انا عندي الزوبتوبن دي ريفلكسيفن فيربن تتقسم لحاجتين. بيبقى في اشتا ريفلكسيفا فيربن، يعني ايه؟ يعني دايما بتيجي زش عمرها ما تتمسح ابدا، دايما هي مرايه بتعود على الزوبكت بالظبط. ما ينفعش ان انت تسال عليها، وما ينفعش ان انت تغير تخليها مثلا ايه ايش ودش، ابدا ما ينفعش. الثلاث حاجات دول ثابتين. وعندك الناحيه الثانيه الاون اشت ريفلكسيفا فيربن، اللي هي بتنقسم لحاجتين. مرة بدون اختلاف في المعنى، فسواء انت حطيت زش او ما حطيتهاش الاتنين سيان هما نفس المعنى. ولكن الناحية التانية عندنا حاجات بيتغير فيها المعنى، زي زش تخافن ميت بلس داتيف وتخافن بلس اكوزاتيف، في اختلاف في المعنى، واحد بالصدفة واحد بميعاد محدد مسبق. والناحية التانية مثلا فياب زي فياب زش فالاسن اوف بلس اكوزاتيف اللي هو يعتمد على، وفرلاسن بلس اكوزاتيف على طول معناه اللي هو ايه؟ يترك. يا والله خلاص انا كده تمام وفهمت وكويس قوي، ودي فعلا معلومة جميلة وهتفيدني. طيب سؤالي بقى التاني، هو انا زش دي او مش او دش او ايا كان، يعني اللي هو الرفلكسيف بغنومن ده، بحطه فين في الجملة اللي عندي؟ اقول لك ركز معايا. بص انا مش سايب لك اي حاجة، كل حاجة موجودة في الدرس ده هتفهمها وهتلاقيها عندك مكتوبة. يلا نبدأ. أول حاجة إما أو زاجزاتس، يعني في الجمل الخبرية العادية خالص. فمثلا لو أقول لك إيه بأيلت زيش، والله إيه يعني زيش بأيلن معناه لو إيه استعجل انجز. أما أقول لك إيه بأيلدش يعني يلا انجز إحنا نازلين كلا. فهنا والله هو جالي بعد الفيرب على طول. طيب هنا انا عندي مودال فيرب، فوالله هنا ايه musste sich مثلا heute morgen beeilen. فوالله هنا برضه هي جات لك بعد المودال فيرب، يعني نفس اللي هنا برضه جالك بعد الفيرب. طب مثلا في البيرفكت في الماضي ما هو نفس الكلام، ايه hat sich كذا 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 كذا. وتاخد بالك معلومه مهمه قوي، كل الريفلكسيفا فيربن في الماضي بتبقى مع هابن. تاخد بالك كويس قوي. بص اهي، اي ريفلكسيفس فيرب بيبقى على طول في الماضي مع هابن، ما بيجوش مع زين ابدا 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 انفيهش اصلا، يعني ممنوع، ما بتحصلش unmöglich. طيب جميل. فمثلا والله هنا ايه هتزش، فنفس الكلام يا صديقي بيجي لك بعد الفيرب على طول، بعد الكونيوجياتس فيرب، بعد الفيرب المتصرف اللي هو بيبقى نوماتس فاي. طيب جميل قوي. طب يهر معلش، انت قبل كده في الزاتس بقى لما كنت بتشرح المحاضره دي كنت بتقعد تلعب كده في الجمله وبتغير في الاماكن. اقول لك عادي، ما هو انت بص بقى، شفت الجمله دي لو بدات بهويت فهنا ساعتها كنت مضطر ان انت تحط الفيرب نوماتس فاي، ومضطر تحط الزوبك نومات غاي، لان الزوبك هيجي لك يا نوما اينس اهو يا نوما غاي هنا، فساعتها هتقوم حاطط زيش بعديها. فبص ساعتها زيش جات لك فين؟ جات لك بعد الفاعل بتاع الجمله. فوالله هويت مواجن مست زيش بايلن. جميل قوي. طيب معلش يا هير، حاجه جميله كده ايه لطلابي حبايبي اللي مش هيلاقوها عند حد. في حاجة يا صديقي قاعدة بتقول لك إن إيه؟ إن بغنومن هنحتاجها قدام فوا نومن. يعني إيه؟ يعني أي ضمير بيجي دايما قبل الاسم. أنا افتكرت أنت قلت لي حاجة شبه كده. أما قلت لك تسايت فور يعني دايما في الألماني الوقت قبل المكان، نفس الكلام أي ضمير بيجي قبل الاسم. فلو شلت إيه دي وحطيت نومن، حطيت اسم اللي إحنا عوضنا عليه بإيه، فمثلا خليته دياليغا، ساعتها بص اتشقلبت. ليه؟ لان زش ده ضمير، مش هو اسمه ريفلكسيف بغنومن، فهو بغنومن هو ضمير، ولكن دياليغا ده نومن، فشقلبناها فخليناها هويتا مواجن مست زش دياليغا بايلن. دي حاجه عاليه قوي طلابي حبايبي، تاخدوا بالكم منها كويس قوي. يبقى هنا كقاعده عامه اتفقنا لو عندك الفاعل نوما اينس والفعل نوما تسفاي
يجي بعديه زيش على طول. طيب لو اختلفت الآية والفيرب كده كده جالك نومة سوي بس الزوبيكت جالك نومة غاي، ساعتها هتحطه بعديه على طول. ولكن يا صديقي لو كان الفاعل بتاع الجملة هو اسم نومن ساعتها هتحط زيش قبليه، لأن دي قاعدة معروفة إن دايما خنومن فنومن. والله يا خلاص تمام أنا فهمت. طيب افرض جات لي نيبن زاتس، أقول لك أنا معلمك حاجة يبقى خلاص. هو أنا مش في النيبن زاتس ده قاعدة ثابتة تمشي عليها في أي حاجة؟ يا هير أنت قلت لي دايما أشوف ده كونيوجياتا فيرب الفيرب المتصرف ده وأقوم حاطه هنا في الآخر. أقول لك بس نقطة، كلامي ثابت يا صديقي ما بيتغيرش. يبقى هنا لو مثلا هتحط فايل هتجيب بقى تحطها هنا وبس خلصت. فهنا هيبقى دايما هتجيلك الريفلكسيف بغنومن ده هيجيلك بعد الزوبيكت على طول فايل ازش وبقيه الجمله بقى اذا كان فيه وبعد كده بقى تتحط في الاخر. ير والله خلاص انا كده تمام فهمت. طيب في الفراجه زاتس في الجمل الاستفهاميه سواء يا دنان فراجه او بالفي فراجه انا حاطط لك كل حاجه ما تشيلش اي هم. هنا مثلا بقول لك ايه كيمس تو ديش انت بتسرح شعرك كده بتسرح شعرك فوالله هي جات لي بعد الزوبيكت بتاعي. ليه؟ لان انا اصلا بادئ بالفيرب نوما فكده كده الزوبيكت هو اللي هيجي لي هنا وبعدها ديش. والله كيمس تو ديش فوالله يا ايش كيما مش اما. جميل قوي. طب هنا فو بفندت زيش دي فين هو الاستشوار بتاعي فين؟ فهنا جالك على طول بعد الفيرب كلا. فهنا في الفراجه زاتس لو عندك باليا ودنان فراجه بيجي لك بعد الزوبيك ولو عندك بالفي فراجه بيجي لك بعد الفيرب على طول. جميل قوي يا هير كمل لي خلاص انا سخنت. اقول لك في الاوفادرونج سيتس في الجمل اللي هي بتاعت الايه الامر والله انا حاطط لك الثلاثه حاطط لك مع دو وحاطط لك مع ايه وحاطط لك مع ذي الاحترام. جميل قوي. يبقى مثلا لما اقول لك ايه انا ديش عندي رجل افتكر هذه القاعده يبقى هنا جات لك فين؟ جات لك ديش. ليه بقى يا صديقي؟ انت فاهم مش حافظ. مش انت كان عندك دو وكنت دايما بتشيلها عشان انت في الامر بتشيل دو ونفس الكلام مع ايه؟ هتقول لي اقول لك بس خلاص يبقى هنا هي جات لك فعلا في مكانها الصحيح اللي هو المفروض انس دو ديش ولكن انت بتحذف دو وبتحذف الاس تي في النهايه فخلاص تبقى انا ديش عندي رجل. زي ما اقول لك ايه بايل ديش انجز لا. جميل قوي. طب مع ايه نفس الكلام انت كده كده ايه محذوفه ولكن اللي باقي منها التي عشان تعرفك ان هي معناها ايه انتم بتؤمر انتم فحطيت اويش على طول. ليه اويش؟ لان والله هي ايه والايه بتتحول لاويش. جميل قوي. عامله زي البازنال بغنومن بالظبط. الفرق الاي والاس والزي والزي بيبقوا زش. هنا نفس الكلام انا نزي زش عندي ريجل بعد اذن حضرتك يا عم افتكر القاعده كلا. هنا برضه هي جات لك بعد ايه؟ بعد الزوبيك. ففي الثلاثه بيقول لك بعد الزوبيك ولكن هنا هما الاثنين امبليتسيات محذوفين زوبيك محذوف ولكن هنا هو موجود فجالك بعديه على طول عشان انت كده انت هنا شايفها بوضوح قوي. خلصنا هنا اقول لك يعني فاضل حاجتين صغننين كده عشان انا والله مش بحب ان انا اخبي عليك حاجه. انت تاخد القاعده معايا خلاص مش هتذاكرها تاني ابدا فهمتها واتعششت في دماغك هنا. جميل قوي. السؤال هنا الريفلكسيف بغنومن ده في الاكوزاتيف ولا في الداتيف يا هير؟ والله يا هير انت في كل اللي انت شرحته لي في اللي فات ده انت كنت جايبه لي في الاكوزاتيف. هو ممكن يجي لي في الداتيف؟ اقول لك طب ما انا هير كده هتلخبط. اقول لك لا. ليه؟ لانك هتعرف معايا هنا السبب الحقيقي والتفسير الصح فعمرك ما هتنساه ابدا. ركز معايا كويس قوي. هنا في الجمل اللي احنا قلناها زي مثلا سميحة انتغسيات زيش فادنشوا فوالله انت هنا دايما عندك لو جيت تعمل زاس اناليزة تعمل اناليزيرن كده للزاس تحلل الجملة هتلاقي والله ان انت عندك سميحة هي الزوبيكت وانتغسيرن هو ده الفيرب وهتلاقي هنا الزيش دي جالك انها اكوزاتيف بس كمان مش لوحديها لا دي بيبقى معاها حاجة اسمها بريبوزيشنال اوبجكت او بريبوزيشنال اجنسون. يعني ايه هير؟ يعني حرف جر جاي بعديه كازوس معينه سواء هو اكوزاتيف او داتيف بتكمل لك المعنى. لان انت لو قلت سميحه انت غسيات زش انت ما عرفتش الجمله فهنا انت بتحتاج بص اجنسون يعني تكميل اصلا فده تكميل. بص افهم بريبوزيشنال يعني ايه؟ جاي من بريبوزيشن فده تكميل ليه علاقه بحرف الجر انا كده فهمت. يبقى انا والله لما بيكون عندي ان الريفلكسيف بغنومن ده جاي لي كانه اكوزاتيف وجاي معاه بريبوزيشنال اوبجكت يكمله يبقى انا دايما هبقى في الاكوزاتيف اقول لك صح.
طيب مثال كمان تاني اهو، أمنية freut sich auf die Ferien، والله هي فرحانة بالأجازة. فوالله sich عشان أمنية دي أول حاجة. تاني حاجة اهو جات لي كأنها أكوزاتيف وجالي بريبوزيشنال أجنسوم. خلاص يا هير والله. طب أقول لك على حاجة أنا استنتجتها، يبقى أنا كده معنى كده لو أنا ما جاليش بريبوزيشنال أجنسوم يبقى أنا أحط الداتيف. أقول لك صح، بس هقول لك حاجة، لو في الجملة عندك يا صديقي جالك الأكوزاتيف أوبجكت أصلا يبقى أنت ساعتها تحط داتيف. مش ده أكوزاتيف أوبجكت إيش فاشة دي حاجة، يبقى أنا بغسل شعري. أنا فهمت. أنا والله هنا الأكوزاتيف أوبجكت جالي، فساعتها أنا عاوز الرفلكسيف بغنوما يكون بقى إيه في الداتيف، لأن مش هيجي اتنين أكوزاتيف ورا بعض. يا هير والله خلاص تمام. يبقى أنا هنا عندي فاشا هي المراية، وإيش في الداتيف زي البرسونال بغنوما بتبقى 100. فما تيجي تقول والله إيه إيش فاش ميا دي هاغ، والله أنا بغسل لي شعري. جميل قوي. طيب مثلا والله إيه أنا بنضف لي سناني. دايما كده يا صديقي لو أنت برنس هتلاقي في حرف لام لازق معاك. حرف اللام ده بيبقى هو الداتيف، واللي هو هناخده بإذن الله قريب قوي في الفيربال mit zwei Objekten. دايما حرف اللام ده هتلاقيه داتيف، حتى وانت بتقول كده ايه انا بنضف لي اسناني. طيب جميل. هنا مع زي بوتس دي تسينة، هي بتغسل لها اسنانها. كلا. فهنا زي لما تيجي تحطها هتبقى زيش. هتقول لي لا ثواني كده ثواني، هي مش زيش دي احنا قلنا ان هي اكوزاتيف. اقول لك لا، ارجع معايا للجدول، هي زيش في الاثنين، سواء هي اكوزاتيف او سواء هي داتيف. تقول لي خلاص يا هير تمام انا كده فهمت. يعني انت كده بتقول لي ان انا مايستنس ببقى اكوزاتيف، لكن لو ظهر معايا في الجمله اكوزاتيف اوبجكت اصلا مفعول به في الاكوزاتيف ساعتها احط الداتيف على طول. اقول لك مظبوط. وانت عشان تفهم زياده واللي محدش يقولها لك اللي هي اللي فوق دي، طالما ان انت جالك في الاكوزاتيف ومعاك حاجه تكمل لك الجمله ليها علاقه بالبريبوزيسيون، لان مايستنس معظم كده الفيرب متفستن بريبوزيسيون دي بتكون ريفلكسيف اصلا، ساعتها هتبتدي ان انت تحط اكوزاتيف. طيب ما جالكش البريبوزيشنال اوبجكت دي وجالك اكوزاتيف اوبجكت على طول، ساعتها يا صديقي هتبتدي ان انت تحط ايه الداتيف. جميل قوي يا هير انا كده فهمت. احنا خلصنا. اقول لك بص فاضل حاجه صغنونه قد كده عشان والله ما بحب اسيب لك حاجه، ركز معايا ويلا. في حاجه اسمها يا صديقي ايه ريتسيبروكا فيرب. ايه يا هير الكلام ده؟ اقول لك دي سهله خالص. دي eine wechselseitige Beziehung، علاقة كده ايه متبادلة. ايه هر قلقتني وغوشتني. شتين ام بلورال بتيجي دايما في الجمع ليه؟ ما هو انا وانت، علاقة متبادلة. طب ايه تاني هير؟ Bedeutung einander، بيبقى البيدوينج المعنى بتاعها بعضنا البعض. يعني ايه يا هير؟ يعني انا لا انا ما فهمتش يا هير وقلقان منك يا هير، انت بتقول ايه؟ يا عم ركز معايا اديك مثال. اقول لك مثلا يعني احمد مثلا liebt امنية. والله مثلا ايه احمد بيحب امنية. طب هي بتحبه؟ والله اهو امنية liebt بتحب احمد. الله 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 هير. طيب ده معناه يا هير؟ شفت اللي هي بتاعت احب مش وين يحبني ومش هي دي بالظبط. يبقى لما بتيجي بقى تعبر عنها اوف دويتش بتقول زي ليبن زيش. يبقى هنا زيش دي جات لي بمعنى einander ان هما بيحبوا بعض. يا هير والله انا كده فهمت. عشان كده برضو لو تفتكر في الاوديو بتاع الهوان تخافن فيا اونس، ما هو نفس الكلام بالظبط. انا قابلك وانت تقابلني يبقى هنقابل بعض. انا افتكرت الاغنيه انا احب احمد واحمد دي، لا مش هي دي. ماشي. يبقى يبقى هنا على طول دي الحاجات اللي ليها علاقه بالايه بالجمع. والله مثلا اتنين يا عم بيبوسوا بعض، فانت بتبوس وهي بتبوس فانتوا بتبوسوا بعض، فزي كوسن زيش انتوا بتبوسوا بعض. فدي بتبقى ايه يعني علاقة متبادلة يا صديقي. طب مثال تاني، والله ايش كنا محمود، انا اعرف محمود كنت مش محمود يعرفني، يبقى على طول في احنا كنن هتبقى ايه بقى يا صديقي اونز. مظبوط. هتلاقيهم معظمهم كده بيبقوا دايما في الجمع كده. فوالله ايش كنا محمود كنت مش فيا كنن اونز، احنا نعرف بعضنا. هتلاقيها مع شويه افعال زي مثلا ايه زي زيش بكروسن زيش ترافن زيش كوسن زيش lieben sich kennen
بيبقوا دايما ايه، بتبقى في الجامعة وعلاقة متبادلة صديقي. وبكده الحمد لله صديقي نكون خلصنا مع بعض الريفلكسيفا فاهم، يعني ما سيبناش فيها اي حاجة، شرحناها كلها من اولها لاخرها، مش هتلاقي اي معلومة بره ما فهمتش، عيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة. المهم تبقى مركز كويس قوي وبتاخد معاك نوتيتس كده عشان تبتدي ان انت تفتكرها على طول. وهنبتدي بقى يا صديقي دلوقتي، هو اهم اصلا حاجة في المحاضرة دي الحل. ليه؟ في الحل هنطلع كل الريفلكسيفا فاهم اللي انت هتحفظها واللي انت لازم تعرفها. ليه؟ ما هو انا لو ما عرفتش ان الفيرب ده ريفلكسيف، كل اللي انا عرفته ده باظ وما بقاش لاي لازمه. عشان كده لازم كشكولك الجميل كده تقوم كاتب الريفلكسيف فيرب اللي انت عارفها وتعمل عليها بايشبيله جمل بتبقى يعني سهله ولستش كده عشان تبتدي ان انت تحفظها وتفتكر دايما الفيرب اما تشوفه بالجمله الجميله اللي انت عاملها يا صديقي. فدلوقتي اي حاجه انا هعرضها تبتدي ان انت توقف وتحل مع نفسك، بعد كده تشوفني وتسجل على طول الريفلكسيف فيرب من ورايا. ويلا بينا يا صديقي نبدأ مع بعض نحل في كتاب انتنسيف ترينر. يلا ليتس جيت. نمبر 1 ايش؟ بص لقيت ايش تبقى انت مراي على طول، يبقى عندك الناحيه الثانيه يا مش يا مية. امتى تبقى مية؟ لو عندك اكوزاتيف اوبجكت بس كده. طب نشوف لقينا ايش، لقينا مش على طول بس وخلاص. طب كده هنا انا حليت، اقول لك لا الكشكول بتاعك هنا تشوف الفيرب اسمه ايه وتكتبه. اسمه هنا ايه؟ انشايدن، يبقى تقوم كاتب كده الفيرب اسمه ايه؟ اسمه sich entscheiden für بلس اكوزاتيف. لا ايه هنا ثواني معلش، انت عرفت منين ان هو زيش انشايدن فيها بلس اكوزاتيف وفيها مش موجوده؟ اقول لك انا عارفها لان انا لما كنت مكانك انا كنت معايا كشكول وبكتب فيه كل حاجه. انت نفس الكلام كشكولك معاك، تدور ابحث، انت مش صغير، ابحث كده افتح دودن كده او افتح اي قاموس هيقوم قايل لك ان هو فيها ريفلكسي اسمه زيش انشايدن، وهيقول لك كمان البريبوزيشن اللي بتيجي معاه فهو اسمه زيش انشايدن فيها بلس اكوزاتيف. وانا هبتدي ان انا وانا بحل هقول لك دايما اسم الفيرب وتقوم انت كاتبه معاك عشان وقت المحاضره. جميل قوي. نمرة 2 كان بروبليم دو، لقيت دو يبقى الناحيه الثانيه هنا على طول ايه؟ داش. طب الفيرب اسمه ايه؟ هنا entschuldigen، يبقى الفيرب اسمه ايه؟ اسمه sich entschuldigen باي بلس داتيف. يعني ايه؟ انا بعتذر لك. ايش entschuldigen مش باي ihnen. جميل قوي. طيب نمرة 3 بن فيل، والله بن اللي هو ايه، واحنا اتفقنا ايه واس وزي بتبقى زش على طول من غير ما تفكر. طيب جميل. الفيرب اسمه ايه؟ اسمه زش تريفن ميت بلس داتيف، ده اللي انا كنت كاتبه لك تقوم كاتب على طول. نمرة 4 ايفا erinnert، ده اللي انا كنت كاتبه لك اللي هو الفيرب اسمه ايه؟ زش erinnern an بلس اكوزاتيف، يبقى والله ايفا اللي هي زي تعوض عنها بزش على طول. نمرة 5 يلا بينا wir haben sehr auf den Urlaub gefreut. يبقى الفيرب هنا اسمه sich freuen auf plus Akkusativ. طيب wir تبقى في الريفلكسيف برونومن يبقى على طول ايه؟ uns، سواء اكوزاتيف او داتيف. تكتب على طول، توقف وتكتب. لازم الفيرب تكتبها من دلوقتي وهتفيدك جدا جدا في درس قدام اسمه Verben mit festen Präpositionen. طيب نمرة 6 was ist los؟ في ايه؟ warum habt ihr تبقى euch على طول، انت حافظ الجدول. طب الفيرب هنا اسمه ايه؟ اسمه sich ärgern über plus Akkusativ. جميل قوي. نمرة 7 دي Gäste haben، والله دي Gäste اللي هو الجمع اللي هم زي بتبقى زيش برضو يا صديقي. طيب الفيرب اسمه ايه؟ اسمه زيش unterhalten mit plus dativ. جميل قوي. نمرة 8 was nehmen Sie؟ haben Sie، والله زي احنا اتفقنا الثلاث زيزيهات كلهم بياخدوا زيش على طول. طب الفيرب اسمه ايه؟ هبص بقى، ده انت عارفه فانت كنت كاتبه فوق اللي هو زيش entscheiden für بلس اكوزاتيف. جميل قوي. طيب نمرة 7 im Gespräch ergänzen Sie die Antworten، والله هنا اما بتلاقي سؤال زي ده بتعمل ايه؟ بتقوم مطلع الكشكول بتاعك اللي انت كنت كاتب فيه كل فيرب كده على بعضيه وكل معنى ليه وتحل. والله انت عندك زيش ausruhen اللي هو ايه؟ يعني يستريح كده شويه. sich bedanken بيشكر، sich langweilen بيمل، sich streiten بيتخانقوا مع بعض. طيب وهنا sich unterhalten يعني ايه؟ sich unterhalten ده يا صديقي اللي هو ايه؟ يعني بنتحدث بنتحاور، وبيجي برضو بمعنى يسلي. يعني مثلا فوق نمرة 7 دي Gäste haben sich gut unterhalten اللي هم ايه؟ يعني ايه؟ اتسلوا كويس. جميل قوي. طيب نحل مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ dieses Wochenende habe ich nicht viel gemacht. والله انا الاجازه دي يعني ما عملتش حاجات كتير. ich musste والله ich musste يعني انا كان لازم اعمل حاجه. فطالما ان انا ما عملتش حاجات كتير اكيد مش هتشكر، اكيد مش هتخانق، اكيد مش هتكلم مع مين؟
يبقى على طول ايه sich ausruhen. يبقى هنا sich ausruhen دي اول حاجه. تاني حاجه احنا اتفقنا هنا هنحط sich هنا ولا هنا؟ هترجع للسبوره بتاعت المكان على طول، هتلاقي ان هي كانت بعد الفيرب. يبقى هنا ich musste sich هنخليها طبعا مش عشان نصرفها، واusruhen هتفضل زي ما هي لان ده مودال فيرب بيبقى في الانفينيتيف. يبقى ausruhen. جميل قوي. نكمل مع بعض. gestern امبارح habe ich Eileen gesehen. والله انا امبارح انا شفت ايلين. بص wir haben والله احنا اتخانقنا ولا اتشكرنا لبعض ولا اتكلمنا. والله احنا ممكن تنفع دي وتنفع دي، بس انا مش هستعجل، انا هبتدي ان انا اكمل وبعد كده ارجع ليها. انا بحل كاني بحل معاك بالظبط. نمرة 4 ich möchte für die Einladung. بص بقى انا بالنسبه لي طالما شفت für die Einladung يبقى زيش بدنكن على طول. ليه؟ وانت بتشكر حد على الدعوه. يبقى ايش هتخليها زيش هتصرف هتبقى مش. يبقى ich möchte mich für die Einladung zu arbeiten bedanken. جميل قوي. تقوم كاتب الفيرب sich bedanken für بلس اكوزاتيف. وبرده sich bedanken بتيجي مع باي. يعني ايه؟ ما هو انت ممكن بتتشكر لحد على حاجه، فساعتها هقول لك ich bedanke mich bei dir für die Einladung. انت بتتشكر لحد على حاجه. bei Person für Sache. جميل قوي. طيب نمرة 5 das ist ja blöd dass die beiden Kollegen. والله blöd ولقيت حاجه نيجاتيف يبقى ده sich streiten على طول. يبقى das احنا عندنا دي بايدن كوليجن هم دول الزوبيكت، هو ده اللي هصرف عليه. فهنا زيش هتفضل زيش زي ما هي لان هي عايده على زي البلوغال. فهنا داس زيش. وهنا خد بالك القاعده اللي انا قلت لك عليها، فاكر لما قلت لك ان بخونومن فانومن، مش ده نومن وده بخونومن اهو البخونومن اللي جه الاول. يبقى داس زيش دي بايدن كوليجن اما ايه بقى؟ شترايتن. جميل. هنا انت الفرق بينك وبين الطالب العادي ان هو هيحطها هنا وخلاص، لكن انت فارق عنه. انت عارف ان بخنومن فنومن وعارف القاعده، عشان كده انت عارف بذكائك ان هو حط النقط هنا مش هنا. فاهم؟ فانت ثق في نفسك كده، انت مش اي حد، انت بتتعلم جامد قوي. اوكي. يبقى هنا على طول هتبقى هنا sich unterhalten. يبقى wir haben وهنحط uns وlange unterhalten. sehr gut. وبكده يا صديقي نكون الحمد لله خلصنا بعد حل الانتنسيف ترينر. ويلا بينا بقى يا صديقي باذن الله عشان نحل مع بعض التست هيفت. ويلا لوس جيتس. مش هحلك النهارده، هنقعد نحل قد كده وانت ورايا على طول. الفيرب تقوم كاتبه بالاسطمبه بتاعتنا. يلا لوس جيتس. يلا بينا يا صديقي نبدا في التست هيفت. بيقول لك كمل لي الفيرب دي وحط الريفلكسيف بغنومن. جميل قوي. طيب انت طبعا كده هتقوم جايب الكشكول بتاعك، هتلاقي ان انت اصلا معظمهم هتلاقيك كاتبهم. جميل قوي. sich ärgern über بلس اكوزاتيف بيتضايق sich freuen auf oder über. خد بالك sich freuen ممكن تيجي معاها zwei Präpositionen، ممكن يجي معاها auf وممكن يجي معاها über. طب ايه الفرق؟ والله über هتلاقيها Vergangenheit و auf هتلاقيها Gegenwart أو Zukunft. يعني إيه؟ يعني لما تقول لحد مثلا ich freue mich auf dich، يعني والله إن أنا إيه مثلا فرحان بيك، متطلع إن أنا هقابلك. لكن مثلا لما تقول إيه ich freue mich über das Geschenk، يعني أنا فرحت بالهدية. über بتبقى في الفرجانجنهايت، انما auf بتبقى حاجه في الزوكونفت او في الجيجنفارت. جميل قوي. فممكن تلاقي فيربن ريفلكسيف بيجي معاه zwei Präpositionen. عندك sich entscheiden für plus akkusativ قلناها، sich langweilen ماشي، sich treffen برضو mit قلناها، sich unterhalten mit قلنا برضو قلناها. طب جميل قوي. Hi Katja من اللي بتتكلم، نورا اللي بتتكلم. Das war echt ein super Abend gestern da والله. ومسيت بقى كانت جامده قوي. Endlich habe ich auch Sascha kennengelernt. يا لهوي دي اتعرفت على الواد ايه الواد ساشا. حد يعرف واحد اسمه ساشا؟ ist wirklich toll. ده لطيف قوي. Ich freue mich so für dich. Andreas und er بص هنا ده الزوبجكت haben richtig gut. والله هنا ممكن اقول زيش اعجل. لا مفيش اي حاجه هنا ولا في اي قرار عشان يقرروه ولا هم ملانين ولا لسه اتقابلوا. ممكن زيش unterhalten تنفع. فوالله ان احنا والله يعني ايه اتكلمنا وتحاورنا مع بعض وتسلينا كده. فيبقى انا عندي هنا هي بلورال. يبقى اندرياس اون اير اللي هم زي هنعوض عليهم بزيش وunterhalten تنزل زي ما هي unterhalten. Sehr gut, dann weiter. Andreas hat gesagt, والله Andreas قال ايه بقى؟ dass er keine Sekunde hat. والله هنا ممكن اقول معنى sich langweilen. ليه؟ والله ده ما ملش ثانية. كلا يبقى هنا das er هنصرفها مع sich تفضل sich زي ما هي، ولانجفايلن تاخد بالك يا صديقي انه الفخ.
هنا في hat، اوعى تقع. ده معناها ان hat يبقى ده في البيرفكت، فلانجفايلن في البيرفكت بتبقى gelangweilt، يبقى gelangweilt. جميل قوي يا هير. Dann weiter, das sagt er sonst nie, du kannst dir بص انت عارفه بقى اندرياس وبتغمز لها يا ولادات الادب يا المان. Ich wollte dich noch etwas fragen. والله انا كنت اسالك سؤال تاني. Wir haben für heute Abend 2 Karten für ein jeweiligen Konzert in der Musikhalle. Sina und Karin sind beide krank und können nicht mitkommen. والله هنا يعني هم اشتروا تذاكر ومش عارف مين ما مش هيقدروا ان هم يجوا. وإيش ein bisschen, dass sie erst jetzt abgesagt haben. وايه بقى اللي هيحصل لو انت رفضتي؟ هتضايق قوي لو انت رفضتي. جميل قوي. يبقى ايش und dann das Verb Nummer 2 يبقى ärgern، هنصرفها مع ايش تبقى ärgere، وهنحط sich مع ايش تبقى مش، يبقى ايش ärgere مش. جميل قوي. aber habt ihr vielleicht Lust und Zeit؟ عندكم بقى والله ايه رغبة كده ووقت bitte والله لحد الساعة كذا، يبقى عندنا زيش انشايدن وعندنا زيش تخافن. لا قرروا والله، قرروا معاكم لحد الساعة كذا، يبقى bitte انت شايدت euch. ليه؟ عشان هنا ihr ما تنساش، يبقى euch. لا جميل قوي. entscheidet euch قرروا، ده خد بالك امخاتيف هنا ihr مش تبقى موجودة. ich finde es super wenn wir، والله ده الدنيا جميل قوي لو ان احنا ايه اتقابلنا، يبقى wir مع sich تبقى uns، وفي الاخر هنحط مين عشان في هنحط تخافن، تفضل تخافن زي ما هي. وبكده صديقي نكون خلصنا مع بعض حل التست هيفت. ويلا بينا بقى يا صديقي عشان نحل كتاب جراماتيك اكتيف سوا. يلا لوس جيتس. ما تنساش هنا كل الفيرب تكتبها، وفي جراماتيك اكتيف برضو انت ماشي ورايا بالكشكول بص هتمليها كده زيش فيرب. يلا بينا. ويلا يا صديقي نبدا نحل مع بعض في كتاب جراماتيك اكتيف. الأوبنج ده مهم قوي، بيقول لك ايه اكوزاتيف بغنومن ولا ريفلكسيف بغنومن. يعني ايه؟ يعني الضمير اللي موجود هنا ده هو اكوزاتيف بغنومن عادي ولا ده من فيرب ريفلكسيف؟ وده هيعلمك الفرق قوي بين الاثنين وهيخليك فعلا فاهم لغه كويس قوي. هنا بيقول لك ايه ايش فاشر das Baby. والله انا ايه بحمل الطفل. ايش فاشر انا هنا انا عاوز اعود على الطفل فهقول ايش فاشر اس. فهنا اس دي عايده على البيبي، ايش فاشر اس كاني شلت das Baby وحطيت اس. جميل قوي. فهنا هو مش ريفلكسيف. لكن هنا دن بعد كده بقى فاشا ايشها زلبس. لا ده انا بعد كده بحميني بنفسي، يبقى هنا على طول مش، وده فعلا ريفلكسيف. والله هي خلاص انا كده تمام انا ابتديت افهم. طب هنا دو سيتس deinen Sohn auf den Stuhl. انت بتقعد طفلك على الكرسي. دو سيتس انا عايز اعوض بقى على ايه؟ على ابني. هقول ايه؟ ihn auf den Stuhl. فهنا انت بتعوض ده بغنوما عادي، ده بغنوما في الاكوزاتيف كانك شلت deinen Sohn وحطيت ihn. طيب ده نزلتها زلبس. بعد كده والله لا انا بقعد نفسي عادي، انا مش هخلي حد يقعدني انا كبير كفايه. يبقى دو هتصرفها بايه؟ بدش. جميل قوي. اكيد مش دي لان مفيش اكوزاتيف اوبجكت. طب نكمل. زي كيمت ihrer Tochter. هي بتسرح شعر بنتها، يبقى زي كيمتها زي اللي هي ايغاتوخت، شلت ايغاتوتا وحطيت زي. دن بعد كده بقى كيمت زيها زي بعد كده بتسرح ايه؟ شعرها بنفسها، يبقى على طول زي هتعوض عنها بايه؟ بزش. يبقى دول ريفلكسيف بغنومن. طيب نمرة 4 er stellt seiner Frau vor. هو بيعرف مراته، يبقى هو بيعرفها، يبقى er stellt sie vor. ده اشتلت ايه؟ زلبس فوق. بعد كده بيعرف نفسه بنفسه، اكيد ما حدش حد يعرفه يعني هو مش صغير. يبقى ده اشتلت ايه؟ زش عشان ايه؟ جميل قوي. نكمل. نمرة 5 das Mädchen meldet seiner Freundin an. جميل قوي. يبقى es meldet es اللي هي das Mädchen وseine Freundin هنعوض عنها بزي. جميل قوي. dann meldet es ايه؟ زلبست an. والله زش an melden. يبقى هنا انا عندي زلبست عادي، هي دي اللي خلتني ان انا استخدم ريفلكسيف بغنوما، يبقى اسم نخليها زش. جميل قوي. نمرة 6 wir fotografieren die Kinder. احنا بنصور الأطفال، يبقى wir fotografieren sie عشان دي كندا جمع. dann fotografieren وبعد كده بنصور نفسنا بنفسنا. فاهم؟ دي اللي هو الأون اشتا ريفلكسيفا
فيرب اللي تعرف تخليه ريفلكسيف وتعرف تخليه مش ريفلكسيف، والاثنين بنفس المعنى. والله انا بصور نفسي عادي فده ريفلكسيف عادي. يبقى في هتبقى ايه؟ هتبقى uns. جميل قوي. نمرة 7 sie ziehen ihre Kinder an بيلبسوا اطفالهم. يبقى sie ziehen sie بيلبسوهم هم. يبقى sie ziehen sie بيلبسوهم. dann ziehen sie selbst an بعد كده ايه؟ بيلبسوا نفسهم. يبقى زي نخليها زش. جميل قوي يا صديقي. يبقى انت كده عارف امتى يبقى عندك اكوزاتيف بغنوما عادي وامتى فعلا يبقى عندك ريفلكسيف، لان في فيرب ممكن تيجي كده وممكن تيجي كده. جميل قوي. طيب يلا بقى نحل. هنا بيقول لك ايه؟ ريفلكسيف oder nicht ريفلكسيف. هو ده بقى ريفلكسيف ولا مش ريفلكسيف؟ ولو لا حط لي شرطه كده. جميل قوي. يلا نحل مع بعض. نمرة 1 ايه انترسيات. اول لما تشوف انترسيات تشوف كشورك على طول، هتفتكر على طول ان انت كنت كاتب sich interessieren für plus Akkusativ، يبقى خلاص das ist ein Muss، ده ist reflexiver Verben. يبقى على طول تبقى sich مراية. يبقى والله هو بيهتم بالسياسة. aber möchte nicht Politiker werden. عمرك شفت حاجة اسمها sich werden؟ مستحيل. لا هو هنا عادي، هو مش عايز ان هو يبقى راجل سياسي، ولكن هو يعني بيحب السياسة. طب نمرة 2 hast du schon gehört؟ انت سمعت Till und Mathilde haben geheiratet. لا والله عادي، sie haben geheiratet عادي، هم اتجوزوا خلاص. طيب ja sie waren sehr schnell. ايوه الموضوع كان بسرعه قوي. sie haben vor 2 Monaten فيش gelernt. فاكر اما قلت لك ich kenne dich du kennst mich wir kennen uns؟ نفس الكلام هنا بالظبط. يبقى والله هم عرفوا بعض من شهرين فاتوا، وبعد كده بص زيش فاليبن ان على طول، وبعد كده وقعوا في حب بعض. الفيرب هنا اسمه زيش فاليبن ان بلس اكوزاتيف. يا هير اديني من الحاجات دي كتير اقول لك ولد قليل الادب. بص قله ادبك عملت اوعى. زيش فاليبن ان بلس اكوزاتيف اللي هو بالانجلش fall in love، يقع في حب شخص. اوكي يبقى dann haben sie برضو sich vor einem Monat verliebt und jetzt wollen sie، لا عادي und jetzt wollen sie heiraten، عايزين يتجوزوا عادي. اكيد هيتجوزوا بعض، ما هي معروفه، هيتجوزوا اكيد هيتجوزوا بعض، فاهم؟ فهنا عندنا sich kennenlernen و sich verlieben in. جميل قوي. طيب نمرة 3 Frau Westhoff ist berufstätig. والله هي اوريدي هي شغاله. wer kümmert مين بقى هيعتني باولادها؟ فوالله انت كده هتقوم فاكر ان في فيرب انت كنت كاتبه برضو اسمه sich kümmern plus Akkusativ. ich kümmere mich dich. خلاص والله يعني انا هاخد بالي منك، وقولي له ياخد باله من. يبقى هنا wir kümmert sich ليه؟ عشان wir زيها زي اتعود عنها برضو بتخطب بازون زينجولار، يبقى sich. wenn sie arbeitet ihre Nachbarin hat auch ein Kind. والله جارتها برضو عندها ولد. und betreut عادي، دي بتخين يعني يعتني، لا دي عادي خالص بيجي بعدها الاكوزاتيف، يبقى مش هتحط اي حاجه. يبقى انت كده يا صديقي عرفت امتى ريفلكسيف وامتى مش ريفلكسيف. جميل قوي. يلا بينا بقى دلوقتي نتدرب على الريفلكسيف بغنومن ده هو اكوزاتيف ولا داتيف؟ واحنا اتفقنا مع بعض المعيار بتاعك هو الاكوزاتيف اوبجكت. عندك اكوزاتيف اوبجكت يبقى انت داتيف، ما عندكش يبقى انت اكوزاتيف. خلصت. طب خلينا نشوف. نمرة 1 ايش كيمة. عندي اكوزاتيف اوبجكت؟ ما عنديش، يبقى انت اكوزاتيف عادي. مش عادي خالص والله. ايش كيمة مش. طب بص هنا بقى ايش كيمة دي هاغ. لا ده انا بسرح شعري. انا هنا كان عندي اكوزاتيف اوبجكت، وطالما عندك اكوزاتيف اوبجكت يبقى انت داتيف على طول. ايش في الداتيف؟ تبقى مير. جميل قوي. سي هنا هي امخاتيف امر، فانت عندك عندك هنا اكوزاتيف اوبجكت ما عنديش، تبقى دش على طول. لكن بص الناحية الثانية والله البس لك معطف. كلا فانا عندي المانتل هو الاكوزاتيف، يبقى انا هنا داتيف. في الداتيف تبقى دير. جميل قوي. طب نمرة 3 فيش نفس الكلام والله هو بيستحمى. طب بص لا هنا داس جيزيشت. ده هنا هو بيغسل وشه، يبقى هنا هي زيش فاشن وداس جيزيشت هو اكوزاتيف، يبقى انا هنا على طول هبقى في الداتيف، يبقى هتفضل زيش زي ما هي، لان زيش ما تعرفش تفرقها في الاكوزاتيف او في الداتيف لانها هي. جميل قوي. مين اللي انت تعرف تفرقهم؟ مش ومية ودش ودي، بس الباقي كله زي بعض اصلا.
جميل قوي. نمرة 4 كاتسن بوتسن، ها مفيش اكوزاتيف يبقى زش على طول عشان هم جمع. طيب هنا عندك دي اوغن ان هم دايما بيغسلوا ودانهم على طول القطط، برضو نفس الكلام. هنا هتبقى زش هي في الداتيف او الاكوزاتيف نفسها. هنا فاش دش، يلا تروح استحمى انا معفن يلا. طب هنا ها لا اغسل ايديك هنا اكوزاتيف اوبجكت، فهي هنا هتبقى ايه في الداتيف؟ تبقى دي فاش دي هند اغسل ايدك. طب هنا نمرة 6 wir ziehen aus، يبقى خلاص هنا ما عندناش اكوزاتيف اوبجكت، يبقى wir تبقى uns. طيب هنا نفس الكلام برضو، حتى لو في دي ياكا اللي هو اكوزاتيف برضو هتفضل uns زي ما هي لانها في الداتيف والاكوزاتيف نفس الحاجه. طيب نمرة 7 vorsicht احترس schneidet nicht، يبقى هنا schneidet في تي وده امر، يبقى ايه بتبقى ايه؟ بتبقى euch. جميل قوي. طب هنا schneidet euch برضو نفس الكلام، حتى لو اتحطت لك اكوزاتيف اوبجكت. هنا فينجر نيجل ده اللي هو ايه؟ الاظافر بتاعك. جميل. يبقى يعني اللي هو ايه يعني اقطع الاظافر بتاعتك ايه برفق بحذر vorsichtig. طيب نمرة 8 beim Sport habe ich verletzt، يا عيني ازاي verletzt ده اللي هو ايه؟ يجرح او يعور. ich habe mich verletzt انا عورت نفسي. طب هنا habe ich mich verletzt. طب الناحية التانية لا، الناحية التانية خد بالك هنا في دي هاند، لا والله ده انا جرحت ايديا، فده اكوزاتيف اوبجكت يبقى في الداتيف على طول هتبقى ايش؟ تبقى ايه؟ تبقى مير. جميل قوي هير. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه يا صديقي؟ دلوقتي هنبتدي ان احنا برضو نحل على الاكوزاتيف والداتيف تاني. طيب erinnert ihr والله انا هنا ما عنديش اكوزاتيف اوبجكت، ده الهير قال لي ان هو بريبوزيشنال اوبجكت لان في حرف جر وكمل معنى الحاجه، يبقى انا هنا عندي انا اكوزاتيف يبقى اويش عادي خالص. جميل قوي. طيب نمرة 2 klar ich hatte so gut verbreitet، هنا عندك اكوزاتيف اوبجكت ما عنديش يبقى مش على طول، والفيرب هنا تكتب ورايا على طول اسمه ايه؟ sich verbreiten auf plus اكوزاتيف. جميل قوي. ich hatte chic gemacht، يبقى انا هنا ما عنديش اكوزاتيف اوبجكت يبقى برضو مش. جميل قوي. طب هنا ايش هاتا؟ لا بص بقى ايش هاتا ايه؟ دي فينجر نيجل ده الاكوزاتيف بتاعي، يبقى مير. ما تنساش تاخد بالك من الاكوزاتيف اوبجكت. ها اوكي. لاكيرن ده اللي هو ايه؟ يعني يطلي الاظافر. Und hatte eine tolle Frisur gemacht. Okay. Und hatte eine tolle Frisur يبقى مي على طول. eine tolle Frisur machen دي اللي هو ايه؟ يعني حلقة جديدة كده. جميل قوي. Nummer 3 und dann habe ich verlaufen. والله انا ما عنديش اكوزاتيف اوبجكت يبقى مش على طول. und bin zu spät gekommen. مش verlaufen ده sich verlaufen ده اللي هو تاه يعني. اوكي تكتب sich verlaufen. هنا نمرة 4 als ich um 11 Uhr ankam، لما وصلت بقى الساعة 11 hast du gerade so gut mit Laura unterhalten. هنا يا هير اهو اكوزاتيف اوبجكت، اقول لك غلط. هنا انت عندك مت وحاجه ده اسمها بريبوزيشن اوبجكت، بريبوزيشن والاجنسون بتاعه، يبقى انا هنا انا اكوزاتيف على طول يبقى hast du داش. جميل قوي. نمرة 5 Enka und Tamara haben über die Musik gestritten. gestritten ده اللي هو sich streiten mit plus dativ، وانت هنا عندك preposition object اهو preposition والحاجه اللي تكمله فانت اكوزاتيف يبقى haben، هم هنا جمع يبقى haben sich. جميل قوي. هي عامله صديقي زي الرياضه كده 1 زائد 1 يساوي 2 وممتعه والله. دويتش macht Spaß. ربنا يسامحني. نمرة 6 ich habe Sorgen. ما هو Sorgen ده صديقي هو الاكوزاتيف يبقى انت هنا عندك dativ ich habe mir Sorgen gemacht. طب نمرة 7 aber sie haben dann entschuldigt. هنا انت عندك اكوزاتيف ما عندكش تبقى انت على طول انت اكوزاتيف هنا يبقى sie sich. جميل قوي. نمرة 8 Benno hat in Anna Maria verliebt. يا عيني وقع في حبها، في اكوزاتيف ما فيش تبقى انت هنا اكوزاتيف يبقى hat sich. جميل قوي. und hat den ganzen Abend nicht mehr von ihr getrennt. von ihr ده präpositional Objekt يبقى انت كده سواء داتيف او اكوزاتيف انت برضو عندك sich. جميل قوي. نمرة 9 ich kann vorstellen. نفس الكلام بس خد بالك بقى هنا في حاجة مهمة قوي. انت في فيرب عندك اسمه sich dativ vorstellen وفي حاجة اسمها عندك sich akkusativ vorstellen. لا ثانية هير معلش مش ده يعرف نفسه اللي هو stellen Sie sich vor. اقول لك ما هو بص بقى sich akkusativ vorstellen ده يعرف نفسه، لكن لو sich dativ vorstellen معناها
تخيل. اما اقول لك stell dir vor يا عمي تخيل. فمثلا لما اقول لك ايه stell dir vor gestern habe ich ياسمين صبري gesehen. يا عم تخيل ده انا امبارح شفت ياسمين صبري. تقول لي ايه بجد؟ اقول لك فهنا sich da die vorstellen يعني تخيل، وزش اكوز دي vorstellen يعني عرف نفسه. فانت هنا مين المعنى الصح؟ اكيد مش عرف نفسي. klar يبقى هنا ich kann mir vorstellen أنا قادر أتخيل هم قد إيه سعداء مع بعض. Nummer 10 wir haben wirklich gut amüsiert. والله إحنا إيه الدنيا كانت حلوة قوي. يبقى هنا مفيش أكوزاتيف أوبجكت، يبقى أنت على طول معاك uns. وبكده الحمد لله يا صديقي نكون خلصنا مع بعض الريفلكسيفا فيربن وانتهت الرحله الطويله اللي تعبنا فيها قوي، ولكن انا مبسوط قوي الحمد لله ربنا وفقنا، ويعني خدنا الريفلكسيفا فيربن من اولها لاخرها وحلينا عليها وتعرضنا لافعال كتير قوي فالحمد لله. وبرضه ربنا من علينا وخلصنا كابيتل 4 في كده نتسفاك نوية 2 وباذن الله المره الجايه مع كابيتل 5 مع درس برضه مهم لا يقل اهميه عن الريفلكسيفا فيربن الا وهو الادجكتيف ديكليناسيون. هنشرح كل انواعه البشتمت والام بشتمت والنول ارتكل، وبرضه هندرسه بطريقه مفصله كده ونحل عليه كتير. ما تقلقش يا صديقي الجراماتيك في امان معي رحمة كامل. ويلا يا صديقي تشيسي.